وبيقول لنا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتته ملائكه بيض الوجوه، ملائكه كتير جدا يجلسون منه مد البصر، ومعهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه، لبس من الجنه وعطر وبرفيوم من الجنه. وملك الموت وقف عند اول راسك، اول مره تشوف ملك الموت. فجاه تسمع ملك الموت بيقول لك ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان. بيقول لك يلا عشان ربنا غفر لك وراضي عنك، اخرج. وبيقول لروحك تخرج عشان تطلع لربنا، روحك تخرج بكل سلاسه زي ما الميه بتدلق من الازازه كده. الملائكه بقى اللي معاه دي ما يسيبوهاش مع لحظه، وياخدوا روحك ويطيروا بيها فوق في السماء. تخيل نفسك بتطلع فوق في السماء وبتبص تحت الارض خلاص، لحد ما فجاه تسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين. اسمك بقى دوكيومنتد رسمي متسجل مع اهل الجنه. تخيل نفسك بتسمع ده، ان انت خلاص، ان انت نجحت. وفجاه ربنا يقول للملائكه خلاص نزلوه تاني القبر واعيدوه الى الارض. بيقول لنا وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا انقطعت، مفيش اهل ولا فلوس ولا اصحاب ولا شغل ولا بيت، واقبال من الاخره ده ما كنتش حاططها في اعتباراتك، ما كنتش اصلا بتفكر فيها. اتته ملائكه سود الوجوه نتنه الرائحه فيجلسون منه مد البصر، معهم قماش من النار، هيلبس لبس من النار وهيبص يمين وشمال. وتخيل نفسك بتبص يمين وشمال، ملائكه مخيفه جدا، ملائكه شكلها يخوف جدا. وفجاه ياتي مين؟ ملك الموت، وبيقول لك انت ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى غضب من الله وسخط فتفرق في جسده. هي ايه دي؟ روحك تطلع تجري جوه جسمك، روحك خايفه وقلقانه، احساس بالعجز فظيع، بس للاسف مفيش هروب، خلاص هتموت والروح هتخرج. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، زي خشبه فيها مسامير ولفيت حواليها حته قماش كده مبلوله وعمال تشدها بتتقطع منها بكل عنف، احساس الم فظيع. تيجي ملائكه العذاب بقى لم يدعوها في يده طرفه عين وياخدوها على طول يلبسوها لبس النار ده. فجاه تسمع من ربنا وهو بيقول للملائكه اكتبوا كتاب عبدي في سجين. فجاه بسمع انه اسمي انا في لستة الناس اللي هتتعذب. طب ده معناه ايه؟ فجاه روحك تنزل تاني، استنى في القبر واستنى شوف هيحصل فيك ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيطمنا وبيقول لك ما تخافش، لو انت ربنا راضي عنك قبرك حلو جدا. هيجي لك ملكين ويسالوك 3 اسئله واضحين جدا. مين ربك؟ ربي ده اللي انا عشت عشانه، كنت بسمع الاذان اجري يقولوا لي تعالى نعصيه، طب تعالى هنسافر السفريه دي، اقول له لا ما اقدرش مش عايز. اصحابي اللي بخرج معاهم مين اصلا؟ هيأذوني ولا هيساعدوني؟ ما دينك؟ انا دين الاسلام، انا كنت بطبق الاسلام في حياتي. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده كان قائدي، النبي صلى الله عليه وسلم ده كان قدوتي في اخلاقي وفي شكلي، انا بحبه وكنت ماشي على نهجه. فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فيمد له في قبره مد البصر. انت قاعد في حته في الجنه خلاص، انا متخيل وانت قاعد، وتخيل معايا وانت بتشوف حته من الجنه بدات تظهر اصوات ومناظر رهيبه. فيقول ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه، لو قبري حفره من حفر النار. ويقول ايه؟ ياتيه الملكان برضه عشان يسالوه نفس ال3 اسئله. فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا ادري. طب ودينك؟ ما دينك؟ ما كانش في اعتباراته الدين، انا ديني في البطاقه وخلاص. فيقول ها لا ادري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس صاحبنا ده كان يدوب بيحبه وخلاص، واخره لو سمع اسمه ساعات يصلي عليه، انما لا شكله ولا طريقته ولا لبسه زيه. فيقول ها لا ادري. فينادي مناد من السماء ان كذب عبد. بقيت سامع ومتاكد ان ربنا غضبان عليا وبيتقال انت ما عشتش صح، انت كذاب. افتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها. فجاه الحراره بتملى المكان، فجاه بتشم سم النار، وفجاه يضيق عليه قبره فتختلف اضلاع. والعاصي كان متوقع ايه في قبره غير كده. وفجاه ياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، واحد شكله وحش جدا وريحته وحشه جدا وانت شايفه مشمئز منه. فيقول انا عملك الخبيث، انا المعاصي والذنوب، انا الحاجات اللي كانت في الدنيا شكلها حلو ومتزينه دلوقتي شايفني على الحقيقة، شايف الذنوب وهي وحشه وكريهه. فيقول ربي لا تقم الساعه، ربي لا تقم الساعه. سبحان الله، احساس ان الواحد فقد الامل وبقى متاكد انه رايح النار احساس وحش جدا، بس احساس اوحش لما يبقى امر واقع وابقى انا جواه. ربنا جه قال لك على حاجه عظيمه برضه لازم تستغرب، ان ربنا العظيم المفروض كل حاجه بالنسبه له بسيطه وسهله الا يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى العظيم قال عليه ليوم عظيم. ربنا قال على يوم القيامه الطامه الكبرى، المصيبه الكبيره. الكون كله هيتدمر، الكواكب والنجوم والجبال والشجر والحيوانات والبني ادمين كله هيموت، لن يبقى شيء، والناس تبقى بتجري في كل مكان، وانت هتسمع صراخ الناس في كل حته. بس خلي بالك انت كمان هتبقى هناك، وهتبقى لوحدك، وهتبقى عريان، ويبقى مالكش حد، ويبقى معكش حد. متكبرين يحشرون كامثال الذر، قد الذره. 3 لا ينظر الله اليهم يوم القيامه، من شده الغضب ربنا لا ينظر اليهم اصلا. منهم العاقل والديه، منهم المراه المترجله المتشبهه بالرجال، ومنهم الديوث اللي فرحان ببناته ومراته وهم مش لابسين حجاب وبيتمنظر بيهم. ظل ربنا بيخلقه يوم القيامه، خلي بالك الظل ده مهم جدا في يوم الحر ده. والظل ده هتلاقي واقف فيه ناس كتيره جدا، منهم شاب نشأ في طاعه الله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، منهم امام عادل، منهم رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، منهم رجل تصدق بصدقه اخفاها لا تعلم شماله ما انفقت يمين، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فجأة المشهد الرهيب ويحمل عرش ربك
فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. يلا عشان ربنا هيحاسبك. واما من اوتي كتابه بشماله او وراء ظهره، ودي اول علامه من علامات الخساره. تمسك الكتاب وتفتحه هتلاقي فيه كل تفصيله في حياتك، كل كلمه قلتها وكل شتيمه وكل كذبه وكل حاجه غلط سمعتها، كل حاجه غلط بصيت عليها، كل مره زعقت لاهلي وعقيت والدي، كل صلاه قلت مش مشكله يعني ما جاتش على الصلاه دي. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وفجأة الملائكة هتنادي عليه وتقول لك يلا هلم للعرض على الجبار. وتخيل نفسك وانت ماشي في يوم القيامة وانت عارف انك رايح له دلوقتي، رايح لربنا، رايح للي خلقك، رايح لملك الملوك. هتقول له ايه لما يسألك انت ليه ما صليتش؟ فين الإسلام اللي طالبتك بيه؟ هو انت ما كنتش خايفة مني؟ ولا انت ما كنتش مصدقني وانا ما انعمتش عليك وسبتك كتير؟ مصيرك هيتحدد دلوقتي وقرار اخرتك هيصدر اهو. لو انا من الاشقياء ربنا هيقول خذوه فغلوه، والملائكة تجري جري عليك وانت مالكش حد ومعكش حد ومش عارف تخرج من الموقف ده ازاي. لو انت من السعداء هيحصل فيك ايه؟ فاما من اوتي كتابه بيمين، اول علامه على انك كسبت انك ماسك الكتاب بيمينك. تفتح برضه تلاقي كل تفصيل، كل صلاه، كل سنه، كل صدقه، كل يوم صمتين، كل مره عملت خير بتساعد بيه حد. فيقول ها اقرأوا كتابيه. هتطلع تجري من الفرح وتنادي على الناس اتفرجوا بصوا انا كتابي فيه ايه. عارف لما لعيب كوره يجيب جون في ماتش مهم جدا ويطلع يجري؟ هو ده يبقى منظرك يوم القيامه. اني ظننت اني ملاق حسابيه، انا كنت متاكد انه في حساب، انا اشتغلت وتعبت. وانت لمحت الجنه بعينك وعايز تروح لها، بس عشان تروح الجنه لازم تعدي على الصراط. الصراط جسر فوق جهنم، ادق من الشعر واحد من السيف، والدنيا ضلمه وهو طريق واحد ومفيش رجوع. وفي ناس بتجري كالبرق، وفي اللي كانه سايق عربيه وماشي بسرعه، وفي اللي بيتمشى، وفي اللي للاسف بيقع في النار وانت بتبص عليه وشايفه بيقع وبيصرخ وبيقع في النار. عكس التاني اللي ربنا بيقول عليهم ينادوا بقى المؤمنين دول انظرونا نقتبس من نوركم، استنونا بس ناخد شويه من النور. قيل ارجعوا وراءكم، ارجع تاني للدنيا فالتمسوا نورا، لان هو في الدنيا ما رضاش يبني النور ده. عايز تعرف هتبقى عامل ازاي على الصراط؟ مشيك هنا عامل ازاي؟ تقدر تحدد مشيك على الصراط هيبقى عامل ازاي. المفلس من امتي يجي يوم القيامه معاه صلاه وصيام وزكاه، بس عنده مشكله، شتم هذا وضرب هذا وظلم ده ونصب على ده واغتابت ده واتريقت على ده واذت ده. فيجي يوم القيامه يقف على القنطره، وتخيل نفسك واقف على القنطره، ياخدوا من حسناتك. تخيل الصلاه والصوم اللي انت تعبت فيهم ياخدوها منك، ياخدوا من حسناتك، ياخدوا من حسناتك، حتى اذا فنيت ما بقاش معاك حسنات.